مرحبا أحبائي، وصفتي اليوم كرات الفليك. حلا جدا سهل ولذيذ وطعمته ولا أروع، وبيتحضر بدقايق. تابعوا الفيديو للنهاية لحتى تشوفوا كيف طريقة التحضير. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. شاركوا الوصفة بين أصدقائكم وأحبابكم ليجربوها ويستفادوا منها، وخلونا ننتقل لطريقة التحضير. بالبداية بحتاج علبة من بسكوت دايجستيف 200 جرام. إذا ما توفر بسكوت الدايجستيف فيكن تستخدموا أي نوع بسكوت سادة متوفر. بنحط البسكوت بمحضرة الطعام وبنطحنه كتير ناعم، وأهم شي إنه نطحن البسكوت كتير منيح، يعني بدنا إياه ناعم وما فيه أي قطعة صحيحة. بعد ما أفضي البسكوت بالصحن رح أضيف عليه 3 حبات من شوكولا فليك. وكمان مهم إنه الشوكولا نحطها بالبراد قبل ما نحضر الحلا، لأنه رح نكسرها وهي بالغلاف تبعها، وبعدين نفتح الغلاف ومننزلها، فإذا كانت سايحة معانا رح تلزق بالغلاف وما بتنزل بسهولة. بقلبهم مع بعض بهاي الطريقة، وبعدين رح ضيف عليهم علبة قشطة كاملة. ونوعية القشطة بترجع لرغبتكم، فيكن تستخدموا أي نوعية انتو بتحبوها أو متوفرة عندكم، يعني على حسب الرغبة. ورح ضيف معلقتين كبار من الحليب المكثف المحلى، وبدي بلش اعجن المكونات مع بعض كتير منيح لحتى تصير معانا هيك عجينة متماسكة، ونقدر نكورها ونشكلها بإيدنا بدون ما تلزق أو بدون ما يتفتت البسكوت. وهيك العجينة صارت جاهزة معي. هلأ بدي بلش كورها، ورح احشيها كمان بشوكولا مالتيزر تعطينا نكهة كتير لذيذة. ناخد كمية من العجين ومنشكلها بهاي الطريقة. أول شي بنعملها كرة، وبعدين نضغط عليها بإصبعتنا بالوسط بهذا الشكل لحتى نحط فيها حبة المالتيزرز، ومنسكر على المالتيزرز ومنبلش نكورها مرة تانية لحتى تعطينا شكل حلو ومرتب. وهيك صارت معي جاهزة. طبعا رح أشكل كل الكمية معانا بنفس الطريقة. ومن بعد ما خلصت كل الكمية رح بلش حضر الصوص اللي بدنا نضيفه على الحلا ليعطينا نكهة ألذ وأطيب. بالخلاط رح ضيف نص علبة من الحليب المكثف، ورح ضيف عليه حبتين من الجبن الكريمي. أنا استخدمت كيري، فيكن تستخدموا أي نوعية جبنة كريمي متوفرة عندكم، ومعلقة كبيرة من القشطة. نخلط المكونات كتير منيح ليصير معنا خليط ناعم. شايفين كيف يكون ناعم ما فيه أي تكتلات. وهيك الصوص صار معي جاهز، وكرات الفليك كمان. هلأ بالتقديم رح نحط الكرات بالصحن ومنضيف عليهم الصوص بهاي الطريقة. فيكن تزيدوا وتنقصوا من كمية الصوص على حسب رغبتكم. واخر الشي رح زين الحلا بحبة شوكولا فليك، بدي كسرها بالطريقة اللي خبرتكم عنها ونرشها على الوجه. وهيك احبائي وصفة اليوم صارت جاهزة. حلا ما في اطيب منه، كتير لذيذ وشهي وبيتحضر بدقايق. جربوه كتير رح يعجبكم ورح تحبوه كمان. اذا حبيتوا الفيديو وعجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس لحتى توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة.